طبق رنجة مشوية، هتاكلوا صوابعكم وراها. طول عمرنا بنعمل الرنجة غلط. النهاردة هعمل لكم بطريقة طبعا جميلة، لا محتاجة تنظيف ولا محتاجة الواحد يعص ايده وياكلها كده وهو متمتع بيها. تعالى اقول لكم ازاي هنعملها. اول حاجة هنمسك الراس ديت وهنقطعها، وهنمسك الزعانف اللي هنا ديت، هنا اهو دي، واللي في الجنب ديت، وكل ده وهننضفها. وهنمسك الديل بردك دهوت هنا اهو وهنقطعه، وهوريها لكم بعد ما نخلص. نقص الراس اهي كده بالمقص كده اهو، اهي نفصلها خالص كده ماشي. وبعدين هنمسك اللي هي الرنجايه، ونقعد بقى نقص الايه الزعانف بتاعتها، الديل بتاعها برضه كده اهو، كده اهوت اهي كده 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 اهوت كده اهو. شلناه اهوت اهو كده اهو، بدل الراس اهي شلناها، وادي الديل كمان شلناه، بقت كده اهو بالشكل ده اهي كده ماشي. وبعدين بقى هنقص بقى الزعانف ده اهي دهيت كده ماشي. الديل اهوت والراس اهوت والزعانف بقى كلها بقى، واللي هنا وهنا اهي. شلنا الراس اهيت وشلنا الزعانف وشلنا الديل، وبقت بالشكل ده كده، بقت نضيفة زي الفل اهي ماشي. اهي الزعانف اهيت اهي كلها اهي اهي بقت كده. وزي ما عملنا بعدين هنعمل مع الاتنين التانيين برضك. هنيجي بقى نفتحها من ناحية الظهر من هنا، مش من عند البطن، لا من عند الظهر من هنا كده اهو كده كده اهي للاخر كده ماشي اهي. قبل ما نكمل الفتح بتاعها هنشيل اللي هي القشرة بتاعتها كده، هنقشرها الاول كده بالطريقة دي اهي ماشي اهي كده كده اهو كده. نشيلها بقى كلها هتطلع معانا بسهولة كده ماشي اهي. نقشرها من الناحية دي ومن الناحية التانية اهي بالطريقة دي اهي، طلعت معانا كلها اهي 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 كده اهي اهي ماشي اهي اهي ماشي. وهنطيرها بردك من الناحية التانية كده اهو كده، وبردك هنطلع القشرة اللي هي اللي عليها دي بردك كده اهي. بعد ما خلصناها خالص اهي 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 شايفين اهي القشرة التانية ماشي. عملناها بقى من ناحيتي ماشي. وبعدين هنفتحها بقى كده، نطلع الطبقة ديت كده منها، نفصلها كده اهوت من عن التانية، وهنطلع الشوكة اللي هي فيها ده اهي ده اهي دهيت ده اهي ماشي كده خلاص. وهوريها لكم بقى بعد ما نطلع الحاجات دي كلها اهي. الشوكة اللي احنا طلعناها ماشي. طبعا ديت ايه مجمعة فيها الشوك كلها ولغاية الديلة اهي شايفين اهي نضاف خالص اهو. وبعدين هنمسك بقى البطروخ ده ونطلعه كده ماشي اهي. وبردك البطروخ التاني اهو 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 هنطلعه اهو ماشي. وبعدين طبعا ديت بقى الحاجات اللي مش نضيفة هنرميها. وهي بعد ما طلعنا البطروخ اهو، اهي ده التاني اهو، وهي طبعا عاملينها. ودي الرنجة التانية هي قطعنا الراس بتاعتها والديل بتاعها وعملنا الزعانف، وهنفتحها بقى بنفس الطريقة اهي بالجنب برضه من ناحية الظهر، وهنعمل فيها زي فيهم زي ما عملنا في دي. ممكن نقشرها من عند الديل لو لقيناها اسهل اهو من الناحية دي يعني. خلاص المهم ايه نقشرها وخلاص. وهي بعد ما خلصت اهي اهي زي الفل كلها
اهي، ادي الرنجة في النص وادي البطاريخ على الجنبين اهو. اهي اهي، شايفين؟ بالهنا والشفا بقى للي هياكل منها. وعيد سعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا. وبعدين هنجيب بقى اللي هي الطاسة تحت الشوي ديت، وهنديلها زيت كده اهو، زيت خفيف كده. ونسخنها بقى على الإيران. وبعدين هنمسك الرنجة بقى اللي احنا كنا قاطعينها ونحطها واحدة واحدة كده. نطلعها بس نقلبها اهو. نروح من هنا من الناحية دي ومن الناحية التانية، وبعدين هنقلبها من الناحية التانية كده اهو. ماشي كده كده، والبطروخ برضك نفس الحكاية اهو. خلاص تشويحة بس. وبعدين هنقلبها من الناحية التانية كده اهو. كده بس كده. وبعدين هنجيب اللي هي الفحمة دي كده وهنحطها، هنحط عليها نقطة زيت بالظبط، نقطة. ونغطيها كده عشان تبقى مشوية. ده أحلى طبق رنجة مشوية، هتاكلوا صوابعكم وراها.